السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الحلقة دي مخصوص للناس اللي بتحاول تخسس وحرق الدهون عندها بيبقى قليل. فاكرين إن حرق الدهون عبارة عن تجويع وحرمان من الأكل، لكن الحقيقة إن في أكلات بتخلي جسمك غصب عنه يحرق الدهون بدل ما يخزنها، وأغلب الناس بتاكلها غلط أو مش عارفة قيمتها الصح إيه. النهاردة هقول لك سر من أسرار الطبيعة، أقوى الأكلات لحرق الدهون بالأدلة والطرق الصحيحة الاستخدام بتاعها، وهقول لك على موجز أنت بتعمله معظم الناس بتعمل أخطاء بتقلل معاها معدل الحرق. أول حاجة هقول لك عليها إن مفيش أكل لوحده بيحرق الدهون، لكن في أكلات بتزود معدل الحرق وتقلل الأنسولين وبتشغل الدهون اللي هي المخزونة، اللي هي بتبقى صعب الحرق بتاعها وموجودة بتتخزن في الجسم. لو دخل الاكل ده صح في يومك وفي اكلك وبالطريقه الصح، النتيجه بتبان معاك بسرعه جدا. اقوى الاكلات اللي احنا هنتكلم عليها وهي اولها البيض. البيض غني جدا بالبروتين وبيرفع معدل الحرق وبيقلل الجوع لساعات طويله. افضل وقت ليه ان انا بدون قلي بستخدمه مسلوق، طبعا يفضل ان هو يكون مسلوق او اومليت بس بزيوت صحيه مش عاليه في الكوليسترول وما فيهاش دهون كتير. تاني اكل معانا وهو الجنزبيل الفريش مش البودر. بيرفع حراره الجسم فبالتالي بيزود معدل الحرق جدا، وبيحسن كمان الهضم معانا، وبيبقى مخصوص لدهون البطن بالذات، ان هو اللي بيحرق الدهون اللي موجوده في البطن. طريقه الاستخدام: الجنزبيل الاخضر شرايح بنحطها على ميه دافيه، ده بيبقى قبل الاكل. الاكل التالت معانا وهو التوم. التوم بيقلل الانسولين وبيمنع تخزين الدهون، وبيفضل استخدامه فص توم مهروس على الريق او مع السلطه. الحاجه الرابعه معانا وهو الخضار الورقي. الخضار الورقي زي الجرجير، السبانخ، الخس، ده سعرات الحراريه فيه تكاد تكون صفر، صفر فعليا. مليان جدا بالالياف فبالتالي بيملى المعده وبيحسسك بالشبع، وفي نفس الوقت بيحرق الدهون معانا. الحاجه الخامسه الناس اللي هتقدر بقى تستحملها، الناس اللي هي بتحب الاكل الحار. الفلفل الحامي او الفلفل الحار ده فيه ماده اسمها كابسيسين. ماده الكابسيسين دي بتزود اصلا معدل الحرق في الجسم وبيقلل كمان الشهيه. يعني هو بيشتغل على حاجتين، ان هو بيحرق الدهون وفي نفس الوقت بيقلل الشهيه. اللي معدته حساسه الكميه اللي ياخدها منها تبقى قليله جدا، وطبعا يبقى في وسط الاكل ما يبقاش على معده فاضيه. سادس حاجه معانا وهي الناس كيفه القهوه، بس مش اي قهوه، القهوه الساده. يعني ايه قهوه الساده؟ قهوه بدون سكر وبدون كريمر، وبلاش الكريمر بالذات اذا كان بقى على النسكافيه، اذا كان على القهوه، عشان ده اساسا ماده مسرطنه من البدايه فبالتالي نبعد عنها تماما. القهوة بتعمل ايه؟ أول حاجة بتحفز الجهاز العصبي فبالتالي بتظبط معاك موضوع معدل الحرق. وزي ما احنا قلنا شرط إن هي تكون سادة بدون سكر وبدون كريمر. المكسرات عندنا، المكسرات دي فيها دهون صحية بتمنع إحساسك بالجوع. يعني حتة الناس اللي كل شوية بتحس إنها جعانة جعانة جعانة، ده بيقلل الإحساس بالجوع. طب أفضلهم إيه هما من المكسرات؟ اللوز وعين الجمل. اللوز وعين الجمل فيها دهون زي ما احنا قلنا صحيه. الكميه اللي انا اقدر استخدمها منها هي مقدار قبضه ايد، ده في اليوم كله هتبقى كفايه جدا معاك. الحاجه التامنه معانا وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون من احسن الزيوت اللي بتحرق الدهون، بيقلل تخزينها. طريقه الاستخدام بتاعتها ازاي؟ ان انا بحطها على السلطه مش على النار، يعني ما سخنش زيت الزيتون ولا اقلي فيه حاجه ولا الكلام ده كله، لا، ده انا استخدمه بارد على السلطه او احطه على الاكل عادي، بس من غير ما اخش على النار، من غير ما اسخنه على النار. الموجز بقى اللي انا قلت لك عليه وهي الاخطاء اللي بتوقف الحرق: ان انت تاكل اكل متكرر طول اليوم، مش فاكهه ولا خضار ولا الكلام ده، لا ده اكل انت بتاكل كل طول اليوم، وده بيقلل معاك معدل الحرق. السكر الخفي، وحطه بين قوسين
السكر الخفي. ايه السكر الخفي ده بقى؟ اي حاجه فيها دقيق ابيض، اي حاجه فيها دقيق ابيض ده سكر خفي، فنبعد عنهم تماما. العصاير الجاهزه المعبأه اولا فيها مواد حافظه فنبعد عنها، غير كده ان فيها نسبه سكر عاليه جدا، فبالتالي معدل الحرق بتاعنا بيبقى زيرو. ان انا اكل وانام مباشره، الاكل قبل النوم مباشره ده كارثه، وده اكتر حاجه بتقلل معاك معدل الحرق. نصيحه ليك، لو دخلت الاكلات دي في يومك بالطريقه الصح، مش بس هتنزل وزن، ده شكل جسمك هيتغير تماما، الحرق هيزيد والدهون هتبدا تختفي. بص يا باشا، لو عايز حلقه مخصوص عن افضل المشروبات لحرق الدهون احنا اتكلمنا عليها قبل كده، لو رجعت للقناه هتلاقي فيه مشروبات لحرق الدهون. بس لو عايز حلقه بتتكلم على اخطر حاجه بتوقف الحرق، اكتب لي في التعليقات وهنعمل حلقه مخصوص عن الموضوع ده. ما ننساش اللايك والشير، واللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل الجرس عشان يوصل له كل الحلقات اللي جايه جديده هنتكلم فيها عن الموضوع ده بالذات، ازاي ازود معدل الحرق عندي في الجسم. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده باذن الله، ودايما تكونوا بخير وصحه وعافيه، ويبعد عنكم كل الامراض وكل السوء يا رب. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.